ويزيدوا يفلسوا. اي والله يوفقنا واياكم للصلاح والفلاح. هذا يعني احد الاخوان اللي خدام شي ثانويه بارك الله فيه، وكيسول على واش يعني عندهم مشكل ديال الاذان، هل يجوز ان نؤذن لصلاه العصر بعد وقتها بساعه تقريبا؟ لا ما تاذنوش، هما كيسمعوا الاذان يعني لا اذنتوا لا باس بذلك، ولكن زعما ماشي واجب. يعني كيودوا العصر، هما راهم خدامين في الثانوي ديالهم، كيودوا العصر وكيبقاو يعني واحد الساعه عاد كيخرجوا للاستراحه او كيخرجوا في خطره، وباقي بشرط على حسب الورقه يعني اللي فهمت منها، بشرط باقي الوقت ديال العصر، يعني باقي الشمس ما غربتش او على الاقل ما صفرت شيء، فبغاو يعاودوا يصليوا هذيك اللحظه راه باقي عصر، فبحال كيشعر بانه ذاك الاذان زعما اللي داز راه مشى. لا ما مشاش، باقي خدام، لان وظيفه الاذان هي الاعلان والاعلام بدخول الوقت، وليس بإلزام الصلاة. وقت العصر راه ممتد، لكن كاين ما يسمونه أو ما يسميه الفقهاء بوقت الضرورة، هي اللحظة اللي كتصفر فيها الشمس، هذيك الساعة لحظة الخطر. ولا ينبغي للمؤمن، هذيك والعياذ بالله صلاة المنافقين، لا ينبغي للمؤمن أن يؤخر الصلاة إلى لحظة الاصفرار إلا لضرورة، كيسميهم الفقهاء أهل الأعذار. وقد تحدث ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار عن هذا المعنى، وهو مؤثر في الحديث، حديث صحيح فيه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وأيضا من أدرك ركعة قبل شروق الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر. ولكن هذا يعني العلماء فسروه قالوا دي هذا أهل الضرورات، لأن كاين أحاديث أخرى كتعارضوا كتقول بأن هذه وقت المنافقين، كيخليها حتى تصفر الشمس ويقوم ينقرها نقر الغرف في الحديث. لكن مو الضرورة لسفر أو لأي طارئ أو لعمل، فهذه اللحظة اللي عمل في واحد العمل ملزم، خدام مع واحد الجهة اللي كدير الوقت، فكيمكن غير لا ينبغي أن يكون ذلك على الدوام، كيمكن في لحظات أنه يصلي في هذيك آخر وقت العصر، ولو أدرك من العصر فقط قبيل غروب الشمس بركعة، وركعة راه ماشي سهلة، فقد أدرك الصلاة كلها. أما وأن هاد الإخوة يعني كيدركوا طبعا قبل غروب الشمس بكثير ويصلي ويسلموا والشمس باقية يعني لم تغرب بعده، فهذا أيضا وقت العصر يعني تسمى آخر وقت العصر، فلا بأس بذلك. لكن إذا أذنوا راه مزيان، ما كاين بس الأذان يعني مندوب ديك الساعة، ديك اللحظة كيتسمى مندوب، لأن الأذان الواجب واحد علم دينا كاملة، هذا واجب. والعلماء قالوا: إذا تواطأ أهل مجشار أو مجشار أو قرية على تركه قتلوا عليه. إلا قالوا ما كيش الأذان، داروا الإضراب على الأذان، هذه مسألة خطيرة. لكن الحمد لله الأذان شي كيرد من هنا، شي كيرد من هنا، شي باسمك. إذا أذنتي عندك الأجر، لأن المؤذن يغفر لهم دا صوته، يعني كاين كثير ديال الأجر خير، ولكنه يعني يحمل على الندبي. هذا عنده وسواس الرزق كما ذكر، آدم وداوم على قراءة القرآن. القرآن يداوي الإنسان من الوسواس بإذن الله عز وجل. قرأ القرآن، يعني قرأ القرآن، لقيت راسك كتقرأ ما كتأثرش، راك ما كتقراش، عاود قرأ القرآن حتى تجد القرآن، فإنك إن قرأت القرآن ولم تجد حلاوته فإنك فاقد للقرآن. قرأ حتى تلقاه. هذا معنى لطيف تحدث عنه العلماء منذ زمان، حتى تجد القرآن تكتشفه. هذا شخص يعني كان عنده خاتم ديال الذهب سنوات على حسب ما حكى في الورقة، وما بغاش يقلعوا لأنه الخطيبة ديالو هدات له كما زعم أو كما قال، لكن من بعد قرأ أو سمع بأنه يعني حرام، وأنه يعني تحريم شديد، وهذا صحيح. يعني الخاتم ديال الذهب اللي لابسه بحال لابس جمرة من جهنم، نسأل الله العافية. فهو قال: ودي حيدو واش يمكن له يدير بلاصتو واحد ديال الفضة أو دار ديال الفضة. على كل حال كيسول على الصلاة اللي فاتت واش باطلة. إن شاء الله الصلاة ما بطلاش بإذن الله عز وجل، يعني ولأن الإعادة ديال سنوات فيه حرج شديد، ولا ينبغي أن يصار إلى هذا الأمر، خاصة وأن هذا الإنسان ما كانش عارف، هو قال ما كانش عارف، كانش دايرو يعني بالعامي، يعني ضد يعني في الدين، بحال شي واحد كتقول له الحكم ديال الخاتم ما دابهاش فيه وما يديهاش فيه، كيكون الهوى ديالو غالبه. لا، هذا ماشي من هذا النوع، هذا حسب ما حكى في ورقته، لكن غير باغي ننبه أنه الخاتم ديال الفضة ما عيبش وما حرمش، لكن غير نقول بأنه أصلا هذه القضية ديال الخواتم الزواج عادة نصرانية ماشي ديال المسلمين. وحكاو بعض الناس اللي عارفين هذيك البيئة بأن الأصول ديالها عندها علاقة بالعقيدة التثليثية
ديال اش كيقولوا له ديال النصارى، فكيحسبوا شي كلام من هاد الجهه وقيله وكذا شي الاب والله والاب والروح القدس شي تخربيق، يعني ديك التسليت، وكيحطوا في الرابع اللي من بعده كيديروا الخاتم يعني. فاذا كان هذا اصله حقيقه، انا ما عنديش اليقين، انما قريت واحد العالم كيقول هذا الكلام، فاذا كان هذا اصله حقيقه انا كنقول حتى هو حرام، ماشي لانه في الضع حلال، ولكن لانه لبس لهذا الاعتقاد. اما اللي لبسوا لغير ذلك فلا باس به، والله اعلم. سبحان الله، ما نقدرش نكمل هذا الخير كثير تبارك الله، والناس كينتظروا صلاه العشاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.